الابتلاء، البعض يظن أن الابتلاء هو بالموت، بالمرض، بالفقر، بالتشريد. لا لا، الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فليس بالضرورة أن الابتلاء هو بالشر فقط، لا. ولذا يقول الله تبارك إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا ابتلاء ابتلاه الله تبارك وتعالى به فرسب واستغنى وطغى. لما أعطاه الله تبارك وتعالى هذا المال استغنى عن الله، طغى على العباد وقال إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون. فالقصد أن الابتلاء يكون بالخير والابتلاء يكون بالشر.